حسام حسن انجح مدرب فاشل في تاريخ مصر. تخيل، اسهل مجموعه في التصفيات على مدار التاريخ مفيش فيها فرقه قويه. يعني معاك مين؟ بوركينا فاسو، هديك شايفها النهارده منتخب ضعيف. سيراليون، غينيا، اثيوبيا، جيبوتي. لو انا اللي بدرب منتخب مصر هوصل كاس العالم. لكن لما تجيب حسام حسن عشان ما يقدمش كوره ويقدم مجموعه من الافتكاسات الكرويه وتشكيل غريب ملهوش معنى غير انه جاي جامل النادي الاهلي بس، لما يلعب محمد هاني كسرد باك وانت عندك عمرو الجزار ومحمد ربيع وحسام عبد المجيد، يبقى دي مش كوره. لما تلعب تاني مره اسامه فيصل على مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، يبقى انت يا عم حسام جاي تقدم اوراق اعتمادك للنادي الاهلي، جاي عشان تجامل النادي الاهلي بس. حسام حسن انجح مدرب فاشل في مصر، درب المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والاسماعيلي والمقصه ومنتخب الاردن والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحه وفيوتشر، ما حققش مع اي فرقه منهم بطوله. وعلى الرغم من ذلك مصر بتديله من جيوب دافع الضرائب مليون جنيه ليه و750 الف جنيه لاخوه في الشهر عشان يقدم هذا العك الكروي. ان لم يرحل حسام عن منتخب مصر فالقادم اسود من قرن الخروب على منتخب مصر.